ضيفي العزيز النهارده واحد من نجوم هذا العالم، نجوم عالم العظام، الجراحات المتخصصه في الاعوجاج العمود الفقري. النهارده مبدع يعني في ادائها ما شاء الله. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور يحيى البرمبولي، المدرس والاستشاري لجراحات العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زماله جراحه عظام الاطفال وتشوهات العمود الفقري الكنديه، زماله جراحه العمود الفقري المتقدمه الانجليزيه. اهلا بيك يا دكتور يحيى. اهلا وسهلا. منورني. ربنا يخليك. التكنولوجيا اديتكم ايه في الامان؟ هو طبعا هو ايه الخطوره اللي احنا بنواجهها؟ العمليات دي كانت في مرحله زمنيه تصحبها نسبه خطوره ان العيانين لا قدر الله زمان يحصل لهم مشاكل عنيفه، ضعف في الاعصاب، شلل، نزيف جامد. الكلام ده انتهى خلاص. احنا في سنه 2024 الدنيا مختلفه تماما. ليه؟ لان العمليه بقت امن الحمد لله بنسبه نجاح من 98 ل 99%. على فكره دي اعلى نسبه نجاح في الطب. ما فيش في الطب في اي عمليه يتقال 100% خالص، عشان تبقوا عارفين ما بيتقالش حتى لو النسبه فعلا 100%. بالظبط. هو الكومبليكيشن ريت اللي هو نسبه المشاكل اللي بتحصل حوالي 1-2% للحالات دي. ازاي بقى؟ اول حاجه اختراع جهاز مراقبه الاعصاب او انتر اوبراتيف نيورو مونيتورنج، وده مانداتوري. انا من ساعه ما رجعت من بره بستخدمه على طول، ما ينفعش اعمل اي مريض من غيره. وده الفكره بتاعته ان هو بيحط زي سنسورز كده على البرين، على المخ وعلى الاعصاب الطرفيه في الايدين والرجلين طول وقت العمليه، علشان طول وقت العمليه احنا نضمن ان النخاع الشوكي اللي هو اكتر حاجه احتمال يحصل فيها ضرر جوه العمليه محافظين عليها طول الوقت. ولو في اي حاجه ممكن تاثر على النخاع الشوكي هيدينا انذار وقتي بحيث ان احنا نلحق نغير التصرف بحيث ان ما يحصلش اي ضرر للعيان، ويبقى عندنا زي ضمانه او انديكيشن ان ما فيش اي مشكله حصلت في الاعصاب. تاني حاجه الامبلانتس او الحاجات اللي احنا بنستخدمها جوه العمود الفقري. الامكانيات اللي عندنا دلوقتي والمسامير والطرق اللي احنا بنحطها بيها ما كانتش موجوده من 10 سنين. ما بنقدر، مش محتاجين نفتح الجرح كله للجسم كله، محتاجين نوصل لحاجه معينه. جهاز الاشعه اللي موجود في اوضه العمليات في حاجات كتير. اول حاجه اللي هي السي ارم اللي هو جهاز الاشعه اللي احنا بنستخدمه العادي. في حاجه اسمها نافيجيشن، يعني في زي اللي هو التخطيط الملاحي، بيبقى زي جهاز يوصف لنا جوه العمليه فين الاماكن الامنه ان احنا نحط فيها المسامير بحيث ان كل حاجه ما يبقاش فيها مشاكل. فخدنا ده كله مع بعضه، فالعمليه بدل ما كانت عمليه خطيره والناس كلها بتخاف منها بقت دلوقتي عمليه في حدود التيم المجهز ان هو يعملها نسبه النجاح بتوصل ل 98%. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور يحيى البرمبولي، المدرس والاستشاري لجراحات العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زماله جراحات عظام الاطفال وتشوهات العمود الفقري الكنديه، وزماله جراحات العمود الفقري المتقدمه الانجليزيه. نورت الناس الحلوه. ربنا يخليك. خليكم دايما مع الناس الحلوه.